ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسلامه. النهارده بقى يا حبايبي عاملين الكسكس القمر ده. ايه رايكم؟ وحيد حبيبك النبي اللي تحط لايك لما نوره وتشترك معاها في القناه وتنورها وتاخدي جوله كده في قناتي عشان ان شاء الله هتعجبك وهتنول اعجابك. ايه رايكم في الجمال ده؟ كسكسي ب 2 كيلو دقيق بس. ايه رايكم؟ عسل. تعملي بقى حلو، تعملي حادق، والف هنا وصحه لقلبكم. اهم حاجه يا حبايبي تصلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي كده وشوفوا الجمال ده. وتعالوا يلا بقى بينا نبدا نعمل الطريقه العسل دي بالصلاه على النبي. ابسط بقى واسهل طريقه لعمل الكسكسي. معانا بقى هنا يا حبايبي 2 كيلو من الدقيق، هنرش عليهم رشه ملح كده بسيطه على الدقيق. حابه تحطها في الميه مفيش مشكله. هننزل كده باول كوبايه من الميه تدريجيا. تبداي تقسمي الدقيق كده على الناحيه دي والناحيه دي، ما ينفعش تحط الدقيق الميه مره واحده. هننزل حطينا كوبايه وادي الكوبايه التانية، ركزي معايا يا روحي. ادي الكوبايه التانية من الميه، وببدا ان انا اوزعها زي ما حضرتك شايفه كده تدريجيا. ومعايا كوبايه الا ربع من الميه برضك. ايه هننزل بها تدريجيا وعلى حسب نوع الدقيق بتاعك يا روحي، عشان ما تحطيش ميه كتير. وبيبقى خفيف معانا كده وجميل. وهتبداي بقى تتنكي تفركي فيه، تتنكي تفركي بقى فيه بقى بالصلاه على النبي. إيه تحطي صحتك كلها في الفرك كده مع الكسكسي لما يبقى جميل خالص وحلو كده يا قلبي. وتنكي تفركي فيه لغايه ما انا الحتت المتكتله ديت تبقى كلها زي كده حبايات السكر، تبقى مخرزه كده زي حبيبات الرمل او حبايات السكر. وتبداي التنكه تفركي فيه كده بالصلاه على النبي. صلى على النبي يا حبيبي اللي لسه ما صلتوش على النبي. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بعد ما قعدت افرك فيه شوط جامد بالصلاه على النبي، هنبدا بقى نجيب الغربال بتاعنا او الضياره زي ما بتسموها يا حبايبي. دي بقى طريقه امهاتنا واجدادنا اللي احنا طول عمرنا متعودين عليه. هنبدا ندخل كده حبه حبه. ماشي يا حبيبي؟ هينزل معاكي بكل سهوله وبالصلاه على النبي. شفتوا البواقي ديت؟ احنا مش هنرميه، احنا مش هنرمي اي حاجه خالص من الكسكسي بتاعنا. طول ما انت ماشيه على الخطوات المظبوطه مش هتهدري اي حاجه من الدقيق، والدقيق كلاته بتاعك هيبقى بالصلاه على النبي مية مية. بعد ما نخلت الكميه بتاعت اللي ما شاء الله شايفين جماله بالصلاه على النبي، هو بيتكلم عن نفسه. لايك بقى حلو كده لام نور ده يا حبايبي. ربنا يا رب يصلح حالكم ويغير احوالكم من حال الى حال الى الافضل، ويحسن يا رب ما بين ايديكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. احفظي بقى الوصفة ديت عندك لرمضان، هتنفعك جدا في العزومات. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة جميلة كده بالصلاة على النبي. حاجه كده بالصلاه على النبي. هتجيبي بقى ايه؟ هتجيبي حله البخار بتاعتك او حله الكسكسي زي ما بيسموها يا حبايبي. هنحط نصها كده ميه بالصلاه على النبي. نص اهي، نص الحله اللي تحت ميه. يعني ما ينفعش تملي الحله الى تلات ارباعها ميه، لا نصها بس يا حبايبي. وبعد كده هننزل بقماشه كده بيضه او قماشه شال المتوفر عندك، وهنبدا نوزع. توزعيه يا حبيبتي، ما ينفعش ان انت تكبيه مره واحده. تبداي ان انت توزعيه كده واحده واحده، وتخلي ايدك خفيفه عليه واحده واحده كده يا حبيبي. وتوزعيه كده بالراحه عشان ما تكبسهوش في قلب الحله بتاعتنا. وتكون الميه عندك بتغلي. ماشي يا حبيبي؟ تكون الميه بتغلي معاك. بعد شويه كده قيمه 10 دقايق تبص طالما عمل البخار كده يبقى هو بخر معاك. الميه يا حبايبي لازم تكون بتغلي. ماشي يا حبايبي؟ طالما تبخر معاكي كده وبقى جميل، هتشيلي بقى القماشه بتاعتنا. شفت انا شايلاها بالمقصوصه ازاي؟ التحت وايد ماسكه من فوق عشان تسنديها من تحت، وخدي بالك من ايدك اللي تتلسع يا روحي. ماشي يا حبايبي؟ هتبداي تفككي الكسكسي بتاعك كده القمر ده بالمقصوصه بتاعتنا العسل ديت واحده واحده كده، عشان بيبقى نازل سخن من الحله ومش هتقدري ان انت تمسكيه. صلى على النبي يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا. والله حلو كده من ايديكم لام نور. ايه رايكم بعد ما فرقتوا شويه؟ هننزل باول كوبايه من الحليب اللبن يعني، جاموس بقري زي ما تحبي. بالصلاة على النبي، بس خلينا في الجاموس عشان يديله بياض احلى. وهننزل بالكوبايه التانية وادي كمان نص كوبايه. يبقى احنا حطينا كده يا حبايبي كوبايتين ونص من المي، من الجاموس. الميه احنا لسه هنحطها. احنا حطينا كوبايتين اتنين ونص من اللبن يا حبايبي. صلوا على النبي بقى كده لو لسه ما صلتوش على النبي. وهننزل بقى تاني باول كوبايه من الميه وادي التانية يا حبايبي. وهنبدا ان احنا نفرك الكسكسي بتاعنا القمر ده فركه كده بقى ايه بالصلاه على النبي مظبوطه. حطي بقى صحتك كلها في الكسكسي اللي انت بتعمليه النهارده ده، والف هنا على قلبك يا روحي. بعد ما فركناه فركه كويسه كده، هننزل تاني نجيب الغربال بتاعنا او الدياره يا حبايبي. وهنبدا ان احنا ايه؟ نعمله تاني فيها كده عشان لو اي حاجه متكتله من مطرح اللبن او من مطرح اللبن الميه بتاعتنا ننزلها. قولي لي بقى ليه يا ام نوره انت عملتي لبن وعملت ميه؟ اللبن يا حبايبي بيدي للكسكسي دسم كده وبيخليه جميل، والميه بتخليه خفيف. يعني بلاش تحطي لبن او ميه، لازم تقسمي النصين. يعني تدخلي حطي نص ميه ونص لبن، يبقى جميل خالص معاكي ومش هتبطلي تعمليه والف هنا.
وهنجيب الحله بتاعتنا تاني وهنفرش نفس الفرشه اي القماش عندك البيضه يا حبيبي لازم تكون قماشه نظيفه خالص وانت عينها الحاجه دي. وهتبداي تفضيه برضك بالراحه كده وتخففي ايدك عليه، وهتركنيه برضك كلمه لما يعمل بخار تاني نفس اللي احنا عملناه الاول المره الاولانيه هنعمله المره التانيه يا حبايبي. وهنبدأ كده بالصلاة على النبي، هنبدأ ننقله تاني هو كده اتفكك وبقى جميل معانا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ لايك بقى حلو ولمنورة، ربنا يفرح قلوبكم زي ما هتفرحوني باشتراك معايا في القناة. وهنبدأ يا حبايبي نجيب الغربال بتاعنا ونعمله تاني او الضيارة زي ما بتحبوا تسموه. وهنبدأ بقى نعمله ايه، ننزله تاني كده واحدة واحدة يا حبيبتي عشان بيبقى سخن. اهو شايفين هو دي بس الحاجة اللي طلعت معانا الوحيد من 2 كيلو دقيق. وبالصلاة على النبي، بشوفوا جماله عسل بالصلاة على النبي، حاجة كده والله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين جماله مخرز زي حبوب الرمل بالظبط. الصلاة على النبي الصلاة على النبي، حاجة كده جميلة تفرزيه بقى تعملي حلو تعملي حادق، حاجة كده جميلة ما شاء الله. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ لايك بقى حلوة لأم نورة واشتركوا معايا في القناة يا قلبي. اللي يعجبه بقى طريقة أم نورة في الكسكسي يا ريت يدعي لها دعوة كويسة ويفرح قلبي كده يا حبيبي، ويا لايك واشتراك معايا في القناة، واسيبكم بقى في رعاية الله.